ايه رايكم بقى في المغازي الجميل؟ طبعا مش هقدر ادوقه، دوت اللي ياخد منه شطه مولع، لازم تستنوا لما يبرد. بصوا بقى الرز والكفته بقى، اديله ايدج بقى. طبعا انا كده مش بدوق، انا كده باكل. هنبدا الفيديو النهارده بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا مساء الفل عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه في الساعه وعاملين ايه في الجو دوت؟ ربنا يكون معاكم يا رب ومعانا. النهارده هنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هعمل الكفته ام رز اللي انا عملتها قدامكم وحمرتها. بما ان النهارده محدش عارف ينزل الشارع ولا يشتري اي حاجه، فقلت هعمل كفته النهارده وهعمل رز. حبايه وحبايه. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا انا عندي رز في الثلاجه ابيض، فقلت هعمل بداله النهارده حبايه وحبايه، لان انا بحب الرز دوت مع الكفته. معانا ايه؟ حوالي 3 معالق زيت. احط لهم حته سمنه بلدي. عين الرز الحبايه وحبايه ما بيتعملش بسمنه، بس انا هحط له قطعه سمنه مع الزيت، برضو بتدي ايه، بيدي طعم وبتدي نكهه كده حلوه. معلقه. يلا يا حبايبي كل اللي موجودين يصلوا على رسول الله. عاملين ايه في الساعه؟ احنا نشفنا النهارده بصراحه. النهارده عندنا بقى ايه، ساقعه، وعندنا الجو قايم عاصفه ترابيه. يعني عايزه اقول لكم ان احنا مقفلين الشقه طول النهار. لسه بسمله دلوقتي كانت في البلكونه بتقول لي ما حدش ينفع يخش البلكونه. بقول لها ليه؟ قالت لي عشان كلها تراب كلها تراب. طبعا انا فرشه البلكونه من اول لاخرها سجاد، فالسجاد ده بسم الله ما شاء الله بقى تحت اهي. هننزل بكبشه رز. هي جينا نحمرها. بصوا بتتحمر ازاي كده، حلو كده اهو. اروح نازله عليها بقى بقيه الرز ويتقلب كله مع بعض. نحط بقى الملح. حوالي نص معلقه كده مسطحه. وهنقلب برده، لازم يتقلب بقى ده مع ده كده عشان الرز ده يتخشف مع التاني. لازم الميه تبقى مغطيه الرز يا جماعه، بس بحاجه بسيطه كده. ما تقطعوش البطاطس الصغيره عشان ما تتهريش في الكفته، تبقى ماسكه نفسيا، تبقى مكعبات كده. بصوا الرز يا جماعه حبايه وحبايه اهو. بصوا يبقى شكله عامل ازاي، لون الدهب. الا طعمه بقى مش قادره اقول لكم على طعمه. بس انا لما اخد معلقه بقى كده. الله. خليها تجيب اللب سخنه، كل حاجه سخنه. فين الحله التانيه اهي. بصوا بقى يا حبايبي، هنحط هنا بقى ايه، معلقه سمنه بنت حلال كده كبيره اهي، عشان نعمل الكوته. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان ديت فيها البصله، يعني البصل متشوح فيها ونازلين بالقطع عليها، يعني التسبيكه جاهزه. انا بعمل كده عشان مش في كل طبخه اقعد اخرط بصل واحمر واعمل واسوي والكلام ده. لكن الناس اللي مش عامله زيي لازم لما تعمل القطه بتحمر بصله. ماشي يا جماعه، تشوحوا البصلايه وبعد كده تنزلوا عليها بشقشق الطماطم لو انتم مش مسبكين. تعملوا ايه بقى؟ بصلايه بتقطعوها قطع صغنططه مع معلقه سمنه، او اللي عنده ليا سايحه او اي حاجه. يروح مشوح البصلايه وبيروح نازل عليها بشقشق طماطم او نص شقشق طماطم، حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها، الاكل اللي انتوا هتعملوه. الفلفل الاسود، شويه حبهان ورق لورا ببقى طحناهم انا وبحط حبه كده منهم. تحطوا شويه بابريكا. بما اني لكن انا الطماطم دي انا وانا ضربها في الخلاط حاطه لها بنجر، هو اللي مخليها حمرا كده. لو تقدروا تخلوا مثلا كيس بنجر عندكم ضاربينه في الخلاط ومنعمينه وحاطينه في كيس، وكل ما تيجوا تطبخوا تحطوا الطماطم وتحطوا معاها معلقه من البنجر، هيخلي الطماطم دي والخضار ايه، اوعى وشك. هننزل بالعيد على الايه،
الصلصه. نديها تقليبه بنت ناس كده، معلقه كبيره اهي، دي ملح بكمون وفلفل اسود. بس هشوف بقى لما انا لما قبل ما بيخلص الاكل بدوقه ماشي عامه يعني، وبطمن يعني على نفسي، بكون شاكه في روحي، فادوق لو لقيتوه دلع. وبعلمكم الطريقه ديت، لو لقيتوه دلع بتروحوا نازلين بحبه ملح صغيرين عشان خاطر ما تعملوش الاكل ويطلع حاجه. بس ننزل بالبطاطس الاول، لان الكفته مش هتاخد وقت، خليها تاخد غلوتين كده وبعدين نروح نازله بالكفته عشان الكفته ما تبقاش تستوي بسرعه والبطاطس تكون لسه ما استوتش. البطاطس دي اختياري اللي حابب يحطها، بس عايزه اقول لكم انها بتبقى جميله وبتخلي الدمعه حلوه قوي بتاعت الكفته. كفته انا بحب ادلع الكفته واقول لها كفته، حطينا مع البطاطس. الله، ريحتها خرافه. توابل، شويه فلفل اسود يا جماعه حلوين. حاجه في الكفته يا حبايب قلبي، قطعه توم مهروسه، يعني مثلا ممكن تفصصوا بتاع 10 فصوص توم كده وتدقوهم تنعموهم كده وتروحوا منزلينها كده على الكفته ماشي نيه. واقول لكم تحطوا ايه تاني، تحطوا بقى شويه كمون. هي دي التكايه الاخيره، كمون مع التومه ماشي. وايه وايه خربة الدنيا انا في السمنه البلدي، خرباها. قلت لكم ان انا بحط الحاجه كده بالبركه، ببقى عارفه ان الملح ده هيطلع مظبوط وكل حاجه. عمري ما عيرت حاجه، والله عمري ما عيرت، ولا احط مقادير لا نص معلقه ربع معلقه. والله انا بقول كده على اللايف بس عشانكم. ايه رايكم بقى في الكتة؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ والله العظيم لا اي ولا زي اغرفها دلوقتي وهبان معاكم. بس انا حبيت اعمل الموجات لفرج عشان اوريكم الموجات بيتعمل ازاي، يا احلى فرج في الدنيا. بصوا يا جماعه، دي معلقه اهي مليانه قوي، ودي معلقه تانيه، دول كده، ودي تالته، دول كده عملوا لي حله قايل. بس ايه، الكيس كذاب، يعني طريقه العمل اللي هم كاتبينها على الكيس مش نفس الطريقه اللي احنا بنعملها في البيوت اهالينا. لازم ده بيتحط على السمنه وياخد تشويحه كده، ياخد تشويحه كده ماشي، وعامل زي النشا، بينزل بحليب وميه الاثنين، لا اما ميه بس اهو. اللهم صل على النبي. طبعا ايه المعلقه مش عايزه احطها في السكر، ادي 2 3 4 كده. المهم ايه، هدوق، لو عايز سكر ممكن احط له سكر واقل. كل ما يتخن بقى ولا تخن قوي اروح مزوداه شويه ميه، لان هو بيتقل زي النشا بالظبط اهي. حلو، بصوا بتتقل زي المغات اهو بيتقل. طبعا انا حطيت معلقه سمنه كبيره زي ما شفتوا ونزلت بالمغات عليها، وبعدين قليته واديته تشويحه كده تحميره شويه، ونزلت بالحليب عليه. طبعا الحليب بيبقى ساقع، ما تحطوهوش سخن زيها عشان ايه ما يكلكعش. بروح ما افضل اقلب كل ما تحتاج بقى، اللي عايز يزود حليب تاني يزود، عايز يزود ميه يزود ميه براحته. بس هي كده حلوه عشان لما تتحطش في الكوبايه ما تتقلش قوي زي عن كده اهي. بصوا كده احلى كوبايه مغيت اهي. بصوا بقى الفرج، بصوا بتبقى عامله ازاي اهي، تقيله كده. تحطي بقى على وشها الفرج لما بتصب الكوبايه، بتحطي زبيب وجوز هند وفستق بندق، تتكسر نص تقصيره كده وترش على الوش او سوداني. كل ما تشفط شفطه كده ينزل المكسرات في بقك مع الحلبه واديله ايدج جميله. لا عليك يا سيدي. بصوا الكفته يا جماعه بحب ادلعها. عظيم، انا الكيس ده لقيته بالصدفه كده، كنت عاملاه عشان كنت بحشي بيه قطايف. بصوا اهو، في سوداني وفي زبيب وفي جوز هند وسوداني مكسر، المغاش الجميل. طبعا مش هقدر ادوقه دوت اللي ياخد منه شطه مولع، لازم تستنوا ما يبرد. بصوا بقى الرز والكفته بقى، اديله ايدج بقى. طبعا انا كده مش بدوق، انا كده باكل. جميله لكم المغاد، بس مش قادره اوصف لكم الكوبايه من بره مولعه مولعه. ايه رايكم بقى في الاكل الجميل الحلو ده؟ ايه رايكم؟ اهو مش هرمكم من حاجه. لايك، ها، هو كومنتات، انتوا ليه ما بتخشوش على الكومنتات تكلموني يا جماعه؟
ما بلاقيش حد مثلا كاتب لي في الكومنت النهارده مثلا الفيديو كان جميل، انت اموره يا ام حسام، اي حاجه كده. ايه يا جماعه؟ اللي ما لحقش يعمل لايك هنا يخش لي على الفيديوهات يعمل لايكات لو سمحت. وجزاكم الله خير يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير واعمل لكم الاحسن والاحسن والاحسن. وربنا يخليكم ليا، ويشفي ام حسن، ويشفي ام ميرفت، ويشفي جميع مرضى المسلمين، ويشفي نوح حبيب قلبي. واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشك مع محسن.